لو قلتلك إن الأتوبيسات الحمراء الشهيرة اللي بتلف في شوارع لندن واللي بيعتبروها رمز العاصمة البريطانية مصنوعة في مصر، هل هتصدق الكلام ده؟ طب إيه رأيك إنك أكيد هتتفاجئ ويمكن ما تكونش مصدق، بس هي دي الحقيقة. الأتوبيسات الإنجليزية اللي بدورين أو زي ما بيسموها هناك دبل ديكر بتتصنع بأيادي مصرية خالصة وبقت واحدة من صادراتنا المهمة. يا ترى إيه القصة وإزاي الأتوبيسات اللي بالجودة دي مصنوعة في مصر؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده، فخليك متابع معانا لحد الآخر. الحكاية بدأت من سنين فاتت لما في مصنع ضخم اتعمل في مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وخلينا أقولك إن المصنع ده هو اللي بدأ يصنع الأتوبيسات دي. في البداية صدروا كمية صغيرة لبريطانيا علشان يشوفوا هي ماشية إزاي، ويتفاجأ المصنع بعد كده بعدها بسنة بطلب كمية ضعف اللي صدرها في الأول. من ساعتها والموضوع زاد وكبر وبقت صادرات الأتوبيسات دي بتزيد كل سنة. مش بس كده، ده كمان في صحف بريطانية زي ذا سكوتسمان نشرت أخبار عن نجاحنا ده. الجريدة دي قالت إن مدينة إدنبرا في اسكتلندا جددت كل اسطول الاتوبيسات القديمه بتاعتها واستبدلتها بالكامل باتوبيسات مصنوعه في مصر زي اللي بتملى شوارع لندن دلوقتي. ده دليل ان منتجنا عالي الجوده لدرجه ان المدن البريطانيه بتعتمد عليه بشكل كامل. اما الخبر اللي يفرح بجد هو ان الاتوبيسات المصريه اللي بنصدرها لبريطانيا مش بس اتوبيسات عاديه، جزء كبير منها هو اتوبيسات كهربائيه صديقه للبيئه، يعني ما بتطلعش اي عوادم ولا ملوثات للجو. تخيلوا اننا بنساهم في حمايه البيئه في دوله زي بريطانيا باتوبيسات متصنعه في مصر. ده بيبين قد ايه الصناعه المصريه قادره تواكب التطور التكنولوجي العالمي وتلبي اعلى المعايير. هنا بقى بيجي السؤال المهم، ليه النجاحات الكبيرة دي مش واخدة حقها في الإعلام؟ إحنا بنشوف الصحافة البريطانية بتهتم وبتكتب عن خبر زي ده، في حين إن إعلامنا للأسف مشغول بأخبار سنوية مش بنفس أهمية الموضوع ده، رغم إن دي هي النجاحات الحقيقية اللي بتجيب عملة صعبة لمصر وبتثبت مكانتنا على الخريطة العالمية. أتوبيسات لندن مش بس هي فخرنا الوحيد، صادراتنا كمان في مجالات تانية كتير بتحقق نجاحات ضخمة، يعني مثلا صادرات الأغذية وخصوصا الخضار والفاكهة الطازة في سنة 2024 وصلت لرقم قياسي وهو 8.6 مليون طن، وده رقم ضخم جدا. أكتر حاجة صدرناها كانت الموالح زي البرتقال والبطاطس وكمان البطاطا والفراولة والعنب والبصل. ده خلى إنتاجنا المحلي يزيد وجودته تتحسن أكتر. تخيلوا بيانات الاتحاد الأوروبي بتقول إن مصر بقت تحتل المركز الثاني بعد هولندا في قائمة أكبر الدول اللي بتورد خضار وفاكهة طازة لأوروبا. هولندا معروفة إنها من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الزراعية، ومصر بقت بتنافسها بقوة. أخبارنا في الإعلام للأسف بتركز دايما على المشاكل الاقتصادية والديون، لكن الحقيقة إن في جانب تاني لمصر هو جانب الإنجازات والنجاحات اللي بتحصل في صمت. النجاحات دي هي اللي هتنهي المعاناة الاقتصادية في المستقبل. مصر بلد قادرة على الإنتاج وقادرة على التصدير وقادرة على المنافسة عالميا. كل اللي محتاجينه هو إننا نسلط الضوء على النجاحات دي ونفتخر بيها. تفتكروا إيه هو أهم إنجاز مصري ما أخدش حقه في الإعلام؟